السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. تصريحات كابتن صلاح، كابتن محمد صلاح وتصريحاته الأخيرة اللي قلبت الدنيا بكل الصحف العالمية بتتكلم عليها والصحف المصرية والعربية وكل جمهور الكرة بيتكلم عن تصريحات صلاح. كابتن صلاح قيمة وقامة. كابتن صلاح لاعب كبير. كابتن صلاح لا يختلف عليه اتنين كموهبة. خير ما أنجبت الكرة المصرية نتشرف بيه كلنا. ولكن تصريحاته مش كلها عجبتني بصراحة. مفيش اتنين يختلفوا على موهبة صلاح أو مع اختلافي معاه في بعض الأشياء، لكن كموهبة ما حدش يقدر يتكلم. لعيب كبير، لعيب موهوب، لعيب مشرفنا. ولكن أنا سمعت كابتن صلاح قبل كده وكان بيستلم إحدى الجوائز وقال إن العالم العربي أو مصر مليئة بالمواهب، وفي مواهب كتير قوي موجودة، ولكن العقلية اللي هي اللي بتفرق. يعني اللعيب يشتغل على نفسه علشان يوصل للعقلية الاحترافية. مش بس لازم يكون موهوب والموهبة دي من عند ربنا، ولكن العقلية بتفرق، وهي اللي بتنمي الموهبة، وهي اللي بتوصل اللعيب ان هو يكون لعيب عالمي زي كابتن صلاح. فتصريحاتك الأخيرة يا كابتن يعني شوية فيها عقلية مصرية، مش عقلية عالمية ولا عقلية احترافية زي ما حضرتك قلت. ما عجبنيش إنك بتتكلم وأنت زعلان قوي. وبت زي ما قالوا بعض الناس إنك بتستعطف الجمهور الإنجليزي. أي نعم، فريقك مستواه مش قد كده وبيخسر، وفريقك بيخسر أو بيتعادل وأنت على الدكة. يعني مش صلاح هو اللي مبوظ الفريق، ولا صلاح هو السبب في الهزايم أو في المستوى المتراجع للفريق، أكيد يعني، لأن حتى وهو على الدكة الفريق بيخسر. ولكن مشكلتي كانت إنك اتكلمت شوية بعاطفية، وأنا أعرف إن الجمهور الإنجليزي ما عندوش العاطفة اللي عند الجمهور المصري أو العربي. يعني إحنا عاطفيين زيادة عن اللزوم. يعني لو مثلا كابتن صلاح كان بيلعب في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك وكان حصل مشكلة زي دي، لا الجمهور كان هيقلب الدنيا، حرفيا كان هيقلب الدنيا في المدرجات وفي الإعلام وعلى الميديا وكل ده. لكن الجمهور الإنجليزي غير. أكيد في جمهور كتير بيحبك، لكن شوف هما الإنجليز زي ما هما بيطبقوا الاحتراف في الكورة، عندهم برضو جمهور عقليته احترافية. طبعا أنا مش بلوم عليك، أنت من حقك تزعل ومن حقك تتضايق وكل حاجة، لكن خلي التصريحات ما تكونش عاطفية قوي زيادة عن اللزوم. اشتغل، انتظم في تدريبك. آه، مش هقول لك استنى الفرصة، لأن أنت مش مستني فرصة، أنت لعيب كبير مش لسه أي مدرب هيحكم عليك. ولكن حتة العاطفة دي بقى لأ، تعامل بالعقلية الاحترافية اللي حضرتك كنت بتنادي بيها. كل الدعم لصلاح، وأكيد صلاح لما ينضم للمعسكر المنتخب أكيد هيلاقي دعم من زمايله، من كابتن حسام ومن الجمهور في المدرجات. مش عايزينه يخش في حالة زعل واكتئاب. كل جواد ليه كبوة. ونتعلم من أخطائنا، وإذا كان في حاجة كده مزعلة الناس مننا نحاول نفتش، يمكن ربنا بيختبرك. وإن شاء الله بالتوفيق يا كابتن. أستاذ ياسين منصور، ياسين منصور وكلامه وحديثه الأخير مع الأستاذ عمرو أديب، مضمون الحديث إن الأهلي بيعرف يختار. الأهلي بيعرف يختار من يمثله حقيقي. يعني سمعت حاجة كده في في الحديث عجبتني جدا. أستاذ عمرو أديب بيقول له هتعملوا لسه إيه تاني، وأنت جاي لسه تعمل إيه تاني، أنتوا عملتوا كل حاجة، أنتوا عملتوا وعملتوا وعملتوا. لا، الطموح ملوش سقف. ولو أي حد بيعمل حاجة كويسة وقال خلاص أنا كده وصلت للي أنا عايزه كفاية كده، مش هعمل حاجة تاني خلاص وأنا عملت كل حاجة، مش بس هيقف مكانه والناس هتتقدم، لا ده هينزل وهيرجع. فالأهلي مش كده. الأهلي على طول سقف طموحه عالي جدا أو ملوش أصلا سقف. ولسه هنعمل حاجات كتير ولسه عايزين نعمل كتير، وإن شاء الله هنعمل.
عجبني جدًا إشراك كابتن أو الcoach ياستروب لمجموعة من الناشئين. بقى لنا كتير، كتير بننادي وبنقول الناشئين، 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 النادي الأهلي فيه قطاع ناشئين كبير جدًا، قوي جدًا، بيتصرف عليه فلوس كتير جدًا، ليه ما نستفدش منه؟ تروب يعني عمل حاجة نفسنا فيها. كنت أتوسّم في المدرب ده خير من ساعة ما شُفته، ومن ساعة خصوصًا البطولة الأخيرة بتاعة السوبر. مدرب ذكي جدًا، أشرك مجموعة كبيرة من الناشئين هيشارك بيهم في كأس العاصمة أو كأس الرابطة. هنلعب مع إنبي يوم الخميس الساعة 20:00. آمم، حوالي 13 لعيب من الناشئين. يعني هيبقى في فَرْطلة وهيطلّع منهم مجموعة، حتى لو طلّع 10 طلّع 5 طلّع 6 2 صعّدهم للفريق الأول ما فيش أي مشكلة خالص. بس مشروع مدرب ذكي، وأتمنى إن هو يكمّل على كده. إحنا بنروح نجيب لعيبة بملايين ويكون عندنا مواهب أكتر منهم وأحسن منهم. في منهم اللي بيندمج في الفريق وبيأدّي، وفي منهم اللي مستواه بيتراجع عندنا في الأهلي ما بيوصلش حتى لنُص مستواه في النادي اللي إحنا جبناه منه. وقطاع الناشئين موجود فيه مواهب كتير أوي. يا جماعة قطاع الناشئين ده كنز، كنز. أتمنى إن الراجل يواصل وإن إحنا نساعده، نساعده ما نكسّرش مقاديفه ويكمّل. و والناشئين نطلّع منهم لو حتى كل موسم نطلّع 3، 4. إحنا بنشوف ناشئين في الأهلي أندية أوروبا بتتكلّم عليهم كويس، إحنا بنتفاجئ بيهم. فأتمنى ليه التوفيق وهو مدرب ذكي وربنا معاه. كنت عايزة أتكلّم عن مشكلة نادي الزمالك، بس الموضوع محتاج وقت، محتاج فيديوهات طويلة نتكلّم فيها مرّة و2 و3 وإن شاء الله هنسيب لها وقت كتير. بس أنا مستغربة على اللي بيحصل. يعني إدارة نادي الزمالك عمّالين يتكلّموا على أرض أكتوبر، أرض أكتوبر، إحنا النادي بيُقع، النادي بيضيع مننا، النادي بيتدمّر. طب نفترض الأرض رجعت، طب أنت هتعمل إيه بيها؟ يعني الأرض هي اللي هتحل المشاكل؟ تمام، هنمضي عليها استاد، طب هتجيب فلوس للاستاد منين؟ أنت معاكش فلوس تدّي اللعيبة عقودها، معاكش تدفع مرتبات. يعني النادي مش بس فريق الكورة اللي بيُقع، لأ، ده كل الألعاب تقريبًا الناس كلّها مستاءة من اللي بيحصل. فالمشكلة مش في الأرض ولا المشكلة في الفلوس، المشكلة في الناس اللي بتدير. هل ما فيش في الزمالك حد بيحب النادي؟ هل ما فيش في الزمالك حد عايز يشتغل عشان مصلحة النادي؟ هل بس مشكلة النادي في الفلوس؟ أكيد لأ، مش مشكلة النادي في الفلوس بس. يعني هل نادي الزمالك ما عندوش موارد؟ هل نادي الزمالك ما خدش قروض وخد فلوس من الدولة على شكل قروض؟ وفي مشكلة في الزمالك بعيدة عن الفلوس. يمكن منها إن الزمالك على طول عايش في دور المظلوم. الناس كلها حتى الجمهور، يعني حتى الجمهور نفس الدماغ، يقول لك إحنا مظلومين، إحنا متداس علينا، إحنا. الناس برضه اللي بتشتغل في الإدارة أو حتى بيتكلموا في الإعلام أو حتى اللعيبة المعتزلة، بيقول لك إحنا متداس علينا، إحنا مظلومين، إحنا مش واخدين حقنا. عارفين لو فكرتوا شوية في نفسكم، عارفين لو اشتغلتوا، عارفين لو كان في إخلاص، عارفين لو كان في ذكاء في الإدارة، أكيد هتبقوا في حتّة أحسن. عارفين لو بطّلتوا تقولوا الأهلي، 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 لأ، اعمل اللي بيعمله الأهلي. حاول تشتغل على نَفْسك. أكيد هنتكلّم في الموضوع ده كتير في فيديوهات تانية، عشان بس مش باحب الفيديوهات تبقى طويلة. وأشوفكم بكرة إن شاء الله وتصبحوا على ألف